مواهب كروية تواصل جولتها بمختلف ربوع المملكة. القافلة حطت رحالها اليوم بمدينة الوطية بإقليم طنطان، والهدف اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة في كرة القدم. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. مدينة الوطية المحطة الأولى بجهة إقليم موادرون للقافلة الوطنية لاكتشاف المواهب الواعدة في كرة القدم، خاصة للرافعين دون 14 سنة. مبادرة تقف وراءها مجموعة من الفعاليات الوطنية والمختصين في التنقيب عن الطاقات الرياضية التي سيكون لها شأن في الرياضة الشعبية الأولى بالمملكة. محطة طنطان أحصت 273 مشاركة ومشارك انضموا لهذا التمرين الوطني مستعرضين مواهبهم الكروية. جيت من طنطان باش نشارك في هذه المسابقه الكرويه، وكانت مقابله زوينه الحمد لله، وكنتمنى نقبلونا، وكنشكر هذه القافله هذه اللي كدور على المغرب باش تكتشف المواهب ديالنا. جيت من طنطان للوطية باش نشارك في هذه القافله من الجامعه الملكيه لتنقيب المواهب في المغرب. دازت مقابله زوينه، كنتمنى ان نتقبل. حنا جد سعيدين بهذا التنقيب اللي وضعته الجمعيه، وحنا جد سعيد لان اول مره كدار في المغرب، وحنا كنتمناو ان نكونوا من الناس اللي تختارينا في هذا المؤسسه ان شاء الله. اليوم جبت الابن ديالي اللي هو داخل في هذاك المعايير اللي طالبينها هاد الناس ديال المواهب الكرويه، وجبناه الصباح ان شاء الله باش يشارك مع الاصدقاء ديالو حتى هو، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. بالنسبه لهذا التنقيب ديال المواهب الكرويه كتمر الحمد لله في واحد الاجواء اللي هي مزيانه، وكنتمناو بانها تكون مستمره، ما تكونش موسميه، وباش تكون الفرصه كبيره لهاد الوليدات باش يعبروا عن المستوى ديالهم. ونتمناو ان شاء الله من بعد الاختيارات ديالهم يكونوا الناس اللي مسؤولين عليهم يكونوا يخدموا معاهم بزاف، لان مازال خاصهم بزاف ديال العمل. هذه المبادرة الوطنية تستمد هدفها من التعليمات الملكية السامية التي تحث على جعل الممارسة الرياضية في متناول كل الفئات والشرائح الاجتماعية من خلال توفير البنية الرياضية الملائمة والتأطير التقني الذي يواكب مهارات وقدرات الطاقة الواعدة كرويا بجميع ربوع المملكة. اليوم كنوصلوا المحطة رقم 23 من رحلة قافلة مواهب كروية، والمحطة الأولى في جهة قلميم ودنون اللي هنا بإقليم طنطان، وبالضبط بمدينة الوطية، هذه المدينة الجميلة اللي اليوم يعني كنأكدوا فيها على واحد المسألة مهمة اللي هي الرؤية المولوية لضرورة إنشاء ملاعب قرب في جميع المدن وفي جميع الأقاليم وفي جميع المداشر. اليوم كنشوفوا يعني مدينة صغيرة وإنما عندها ملعب قرب جميل جدا مهيأ بطريقة يعني مشرفة اللي كتخول لهاد الاطفال وهاد البراعم انهم يمارسوا كره القدم في اجواء مناسبه. يعني كاينين 3 ديال النقاط هي اللي مهمه للنهوض بكره القدم، اللي هي المنشات الرياضيه والمواهب والاطور، وكنظن ان بلادنا كتوفر على هاد 3 النقاط. الا حاولنا نجمعوها راه غادي نخرجوا يعني بلاعبين من الطراز العالي. اليوم قافله مواهب كرويه تحط الرحال باقليم طنطان وبمدينه الوطيه، اختيار مواهب كرويه على مستوى الاقليم ديال طنطان، واللي كتخص الفئات العمريه من 2009 2010 2011. وهذه فرصه طبيعه الحال لهذه المواهب لصقل موهبتها مستقبلا ان شاء الله، واللي غادي تقريبا اقليم طنطان غياخذوا من واحد 14 موهبه ان شاء الله، واللي نتمنوا انها كذلك يتم اختيارها على الصعيد الوطني. الهدف والاساس من هذه القافله الكرويه يعني البحث عن مواهب ستساهم في المستقبل في اطار دعم مسلك رياضه ووزاره على مستوى وزاره التربيه الوطنيه وبناء اجيال مستقبليه تساهم في ازدهار كره القدم باعتبارها كره جماهيريه على المستوى الوطني والعالمي. تظاهرة رياضية تقدم إضافة في مسار اكتشاف المواهب الكروية وتقريبها من المراكز المحلية والوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمواكبة إمكانيات وقدرات أبطال الغد الذين سيكون عليهم حمل مشعل التألق والعطاء وتمثيل المملكة في أكبر المحافل الكروية العالمية.